بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده يا جماعه فيديو من الشلالات، والاول مره على القناه انزل فيديو الشلالات. فين الشلالات؟ الشلالات في اسم باب شرق في بدايه شارع فؤاد في الاسكندريه. الشلالات دي من ضمن الحاجات اللي طبعا الناس المصيفين من بره، طبعا اللي بيجوا اسكندريه بيبقوا عايزين اماكن يصيفوا فيها. في ناس ما بتبقاش عارفه الاماكن، واغلبهم يعني ما بيبقوش عارفين الاماكن ايه في اسكندريه اللي يصيفوا فيها. فانا عايزه اقول لكم ان الشلالات من ضمن الاماكن اللي انتم ممكن تقدروا برضو تروحوها وتقضوا فيها برضو يعني جزء من الوقت بتاعكم، او ممكن تقضوا فيها يوم كامل. طب فين الشلالات؟ زي ما قلت لكم في اسم باب شرق عند بداية شارع فؤاد في الإسكندرية. مكان مميز سهل الوصول ليه من كل الاتجاهات. طيب أوقات العمل فيها إيه؟ الحديقة يا جماعة مفتوحة في جميع أيام الأسبوع، ابتداء من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 11 بالليل، أو ممكن تكون 10 بالليل بالنسبة لنا مثلا احنا في الشتاء دلوقتي. ويوم الجمعة بتبدأ من 6 صباحا لغاية 9 مساء، دي مواعيدها. يا ريت لو بتشوفونا بقى لأول مرة ولسه مش مشتركين في القناة، اشتراككم ده شرف لينا، وحطوا لنا اللايك ده يعني يرجع لذوقكم ولتقديركم للقناة. بالنسبة بقى للشلالات، الناس بقى اللي ما تعرفش الشلالات دي يا جماعة معمولة على مساحة 8 أفدنة، دي مساحة المنطقة بتاعة الشلالات. طبعا فيها بقى مناطق خضرة كتير زي ما انتم شايفين كده، أشجار كتير وخضرة كتير، مكان واسع كده جميل جدا. هو مش جميل جدا جدا قوي يعني، بس هو بحاله خضره طبعا وبحاله اشجار. بس ليه انا بقول لكم هو مش جميل قوي؟ لان احنا يعني هقول كمان شويه يعني هو في سلبيات وفي يعني ممكن، او انا بوضح لكم شويه بالكاميرا انتوا اكيد فهمتوا انا قصدي ايه. هو في مميزات وفي سلبيات يعني. طبعا جنب ان في اشجار خضراء كتير، في بحيرات برضو اصطناعيه، وفي برضو نوافير اللي هو نافورة المياه، كذا نافورة يعني. وفي حمامات واماكن، وفي اماكن كمان انتوا تدخلوا بعربياتكم وتركنوا يعني. ما تنعوش هم. في ناس كتير بتدخل لي في التعليقات وتقول لي، وخصوصا التعليقات دي بتجيني في الصيف بقى، بتقول لي هو احنا لو معانا عربيه في مكان نركن فيه العربيه؟ فالعربيه بتبقى عامله لهم ازمه، وانا طبعا معاهم في الحته دي جدا. يعني احنا لما بنروح مشوار، قبل ما بنروح المشوار بنفكر في مكان للعربيه، في جراشات فيها هنوقف عربيتنا فين. وخصوصا لما تكون ناس غريبه من بره المحافظه، بيبقى الدنيا صعبه شويه بالنسبه لهم، مش متعودين على يعني جو المحافظه، واسكندريه بتبقى زحمه يا جماعه، وهم كناس مغتربه بره المحافظه يعني، فبيبقى الدنيا بالنسبه لهم ايه، ضغط نفسي شويه. في مكان بقى عايزه اقول لكم ان في المكان اللي هو شلاده، في مكان للعربيات طبعا، وفي مطاعم وفي مقاهي وملاعب للاطفال. يلا بينا بقى ندخلوا بقى نقولوا بقى المميزات بتاعتها ايه وايجابياتها. المميزات يا جماعه بتاعت الشلالات ان هي بقى المكان الوحيد او الحديقه الوحيده اللي في اسكندريه من غير تذاكر ومن غير ما ندفع اي رسوم ندخلها خالص. يعني ممكن كده ندخله ونقضوا اليوم كامل، وتكون مثلا معاكم لايه كده بتفرشوها على الارض، ونقعدوا وناكلوا ونشربوا بقى اللي احنا عايزينه، وخلاص بنمشوا وبنقضوا اليوم وخلاص وكده. فيها طبعا قاعة افراح موجودة جوه. السلبيات بقى يا جماعة ان هي زي ما انتم شايفين معانا، ان مرمي فيها زبالة كتير جدا، ما فيش اي نوع من انواع الاهتمام بالنظافة في الشلالات خالص. الاشجار مش مهتمين بيها. الحاجة اللي مهتمين بيها هي قاعة الافراح، وفيها كافيتيريا ومطعم جوه طبعا. دول مهتمين بيهم طبعا علشان خاطر اصحابهم اللي مهتمين بالحاجة اللي هي خاصة بيهم، اللي هي قاعة الافراح والكافيتيريا والمطعم. فدي الحاجات الوحيدة اللي مهتمين بيها جوه. لكن كنظافة مفيش نظافة، مفيش اهتمام بالاشجار. والكاميرا موضحة كتير يعني معانا في الفيديو. وطبعا ده علشان خاطر زي ما انتوا عارفين ان هي ببلاش، يعني اللي بيدخلها ببلاش من غير ما يدفع اي حاجة خالص. انتوا بقى تحبوا بقى تختاروا تكون الدخول يعني يكون الدخول فيها من غير رسوم ومن غير تذكرة دخول، وتفضل زي ما انتوا شايفينها كده، ولا يعملوا لها تذكرة دخول وتكون نظيفة من جوه ومهتمين بالاشجار.
يا ريت بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات في الحتة دي، تفضلوا انهي، ان هي تكون بالوضع اللي انتوا شايفينه بس تدخلوا وتقعدوا زي ما انتوا عايزين من غير ما تدفعوا اي حاجة خالص وتخرجوا زي ما انتوا عايزين، ولا آه، ينضفوها ويبقى شكلها كويس وبس تدفعوا تذكرة مثلا على الباب بره مثلا 20 جنيه ولا حاجة. هي اكيد يعني هما لو نضفوها وكده اكيد هتبقى التذكرة مش هتقل عن 20 جنيه. ده زيها زي اي مكان تاني، مثلا زي المنتزه مثلا الدخول ب25 وب30 ده دلوقتي. لسه بقى لما يخلصوا بقى من الشغل اللي هو فيه الله اعلم بقى الدخول هيبقى بقد ايه، يعني لسه محدش يعرف حاجة في موضوع المنتزه. انتوا بقى تفضلوا انهي حاجة، نظافة ودفع تذاكر، ولا دخول مجاني ومفيش نظافة جوه؟ قولوا لنا بقى رايكم في التعليقات وهنشوفوا اكتر الاراء اكتر لايه، للنظافه وللتذاكر ولا للدخول المجاني. بس مش هيبقى في حاجه مهتمين بيها، اللي مرمي في الارض مرمي والاشجار مش مهتمين بيها، واكيد طبعا الحمامات هتكون مش نظيفه، اكيد الحمامات طبعا هتكون مش نظيفه. فانا بقى عايزه ايه، عايزه اشوف رايكم كده في التعليقات. الاراء الاكتر هتبقى الايه يعني. انا رايي انا الشخصي بقى لا طبعا ندفعوا تذاكر وندخلوا نلاقوا خدمه جوه. اصلا انا هروح اقعد في مكان اقضي فيه يوم، انا رايحه اقضي يوم اقعد في مكان مفتوح، عايزه انبسط، عايزه ارجع النفسيه متغيره، المود متغير. ده معناه ان انا عاوزه ادخل في مكان نظيف. انا واحده رايحه اخرج واخرج اولادي، لو دخلت مثلا مجاني دي بحيرات صناعيه طبعا، لو دخلت مجاني وقعدت وفرشت مثلا حاجه واخداها معايا ملايه مثلا وهقعد عليها، لو مفيش نظافه، ما هو مجاني يعني مفيش نظافه. الله اعلم بقى ايه بقى الحشرات اللي ممكن تجيني كده وتدخل في هدوم ولادي ولا تخش في هدوم انا الشخصيه. هبقى قاعده مش مرتاحه، هبقى قاعده حاسه ان ممكن يعني حاجه تقرصني، جاياني من هنا ولا جاياني من هنا حشرات، اكيد في دبان مثلا، اكيد في الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي بتبقى طايره في الجو ديت. فانا شخصيا افضل ان انا ادفع تذكره وادخل في مكان نظيف. ايه يعني تذكره ب20 جنيه او ب25 جنيه واروح المود بتاعي ونفسيه اطفالي زي الفل. نغيروا جو كده، تغيير جو يعني تجديد طاقه. تغير جو يعني بتجدد طاقه على طول، يعني الناس اللي بتغير جو ديت بتنتج بقى. بتنتج يعني ايه، تلاقي التفكير بيبقى متجدد، في طاقة بتعمل حاجات جديدة. لكن الناس اللي مفيش تغيير جو عندها وقاعدة مفيش فسح وفي ضغوطات نفسية، للأسف دول بتلاقيهم يعني واقفين مكانهم، مفيش خطوة لقدام. دي بقى البحيرات اللي احنا بنقول لكم عليها. اهو زي ما انتم شايفين كده. والله يا جماعه تخيلوا المنظر، يعني لو المكان ده نظيف كده ومهتمين بيه هيبقى منظره عامل ازاي. الاشجار دي اكتر حاجه بتريح يا جماعه الاعصاب، بتريح النفسيه. احنا هنا في اسكندريه، الاسكندريه زحمه جدا، ف بنبقوا يعني صراحه بنتمنوا كده مكان يكون هادي خالص، ما فيهوش بقى دوشه، ما فيهوش مكان واسع اشجار. بغض النظر عن الناس بتوع المحافظات التانية بيبقوا جايين، المحافظات التانية بتبقى هادية عن اسكندرية وعن القاهرة كتير جدا، فبيبقوا جايين في ناس كتير منهم يقولوا لا احنا بنحب نروح الاماكن الزحمة اللي في اسكندرية، ما نحبوش يعني احنا بنبقى جايين من محافظات هادية، فمش عايزين نروحوا مكان هادي، لا عايزين بقى نشوفوا محلات ونشوفوا ناس وعايزين نشوفوا دنيا تانية، غير الناس اللي بتبقى قاعده في مكان فيه زحمه بقى وكده يعني، وبتبقى دول بقى عايزين يروحوا كده ايه، يريحوا اعصابهم شويه كده في مكان هادي ما فيهوش دوشه، ما فيهوش بقى عربيات وما فيهوش، فاهمين، جو مفتوح كده، يعني الدنيا مفتوحه قدامنا، مفيش بقى عماره لازقه في عماره لازقه في عماره والدنيا متقفله كده. كلها اشجار، هي يعني بتتمتع بالاشجار، المناطق الخضراء الخلابه اللي فيها يعني.
اشجار ومناطق مائيه وبحيرات اصطناعيه، وفيها فيها نافوره للمياه، كذا نافوره كده، وفيها ما شاء الله قله نظافه برضو. شايفين؟ واخدين بالكم التصميم يا جماعه؟ شايفين التصميم بتاعها؟ يعني حاجات غريبه كده. انا مش عارفه ايه المبنى ده اصلا، ايه الهدف منه اصلا المبنى ده؟ اللي يعرف في التعليقات يا جماعه يكتب لنا بقى ايه المبنى ده. مفيش اي اهتمام خالص خالص بالاشجار، النجيله دبلانه والشجر مرمي في الارض ناشف اهوت. يعني الاشجار فيه فصل كده، مش عارفه فصل الخريف باين ولا مش عارفه فصل ايه الصراحه بالظبط. الاشجار الورق بتاعها بيقع عشان خاطر تطلع ورق تاني، فالمفروض هما يكنسوا الحاجات ديت. بس مفيش خالص. يعني انتوا زي ما شفتم الورق واقع وناشف مكانه وخلاص. على كده يعني. كده خلاص يا جماعة، احنا كده جولتنا في الشلالات خلصت. يا رب جولتنا تعجبكم. بينت لكم السلبيات، بينت لكم الايجابيات. الايجابيات الحاجة الوحيدة ان انتوا بتدخلوها ببلاش، بس للاسف ابو بلاش متعب للاسف. فاتمنى من المسؤولين يهتموا بالموضوع بتاع الشلالات. منطقة جميلة، منطقة بحالها اشجار، اهتموا. النظافة 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 هتغير من شكلها جدا. اهتموا بالنظافة علشان خاطر حرام مكان زي ده يبقى مهمل بالشكل ده. يا رب بقى تكون فيديوهاتنا عجباكم ويكون تصويرنا عجبكم. ولو عايزين جولات تانية اكتبوا لنا طبعا. والناس اللي كاتبه صورنا فين وصورنا فين، ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا مش ناسيه تعليقاتكم، بس يعني ايه الصبر شويه علشان خاطر. بس يعني هو ممكن تكون الاماكن اللي انتوا بتبقوا كاتبينها بعيده شويه عن مكاني انا، فبيبقى سهل قوي يعني ان انا اروح اصور وكده. كده الفيديو خلص. لو عجبكم زي ما قلت لكم اللايك ده تقدير منكم، بس اشتركوا في القناه بقى وشرفوني باشتراككم كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.